هذا ما يحدث لأمعائك عند شرب مشروب غازي. هل تعلم أن أول رشفة من المشروبات الغازية تحدث داخل جسمك سلسلة صادمة من التفاعلات الكيميائية؟ خلال ثوان فقط تندفع كمية ضخمة من السكر إلى الدم، فيفرز الدماغ الدوبامين، فيحدث شعورا سريعا بالمتعة يشبه ما تفعله بعض المواد الإدمانية. وفي نفس الوقت تبدأ الأحماض القوية الموجودة في المشروب بمهاجمة جدار المعدة، فتضطر المعدة لإفراز المزيد من المخاط لتحمي نفسها من التآكل. أما غاز ثاني أكسيد الكربون فيتمدد داخل الجهاز الهضمي، مما يسبب انتفاخا ملحوظا وضغطا على الأمعاء التي تبدأ بالتمدد والالتواء مع وصول الغاز والسكر إليها. هذا الاضطراب قد يؤدي إلى غازات قوية، تقلصات مزعجة، وزيادة تهيج القولون العصبي. ومع انتقال السكريات السريعة إلى الدم ترتفع نبضات القلب وضغط الدم بفعل مزيج السكر والكافيين، ثم يحدث هبوط مفاجئ في الطاقة بعد فترة قصيرة. ولا ننسى الأحماض التي تذيب مين الأسنان بصمت حتى لو شربت المعلبات بالماصة. ومع الاستهلاك اليومي ترتبط المشروبات الغازية طبيا بزيادة الوزن وتراكم دهون الكبد وارتفاع خطر الإصابة بالسكري والضغط، إضافة إلى ضعف العظام. قد يبدو المشروب الغازي منعشا من الخارج، لكنه داخل جسمك يخلق فوضى حقيقية لا يراها أحد.